في الحلقة اللي فاتت وصلنا لسؤال حلو جدا، وهو ازاي تكون نهر النيل؟ وده اللي هنتكلم فيه الحلقة دي. أهلا بيك في بيت الحياة ألبر عنخ. اللي بيدرس جيولوجيا هيبقى فاهمني أول حلقة دي. بعد انتهاء العصر الجيولوجي الثالث وبداية العصر الرابع حصل تغيرات كتير جدا في المناخ، وده اللي عمل مطرة كتيرة في حتت مختلفة، وبسبب نزول المطرة دي بشكل غزير جدا أدى إلى وجود سيول بتحفر في الأرض وتعمل لنفسها مجرى تمشي فيه، واللي في الفترة دي اتشكل فيها نهر النيل الحالي. بس ملحوظة، خط سير النيل دلوقتي يبان إنه اتعمل جديد، يعني من أزمان مش بعيدة أوي، لكن هو مش جديد. كل الموضوع إن خط السير بتاعه اتغير بسبب حكم الطبيعة من عند مرتفعات أسوان، والملحوظة دي هنتكلم عنها باستفاضة الحلقة اللي جاية. بس كده، لو استفدت متنساش تفوت